السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكون في أحسن الأحوال. قصتنا اليوم غريبة وصادمة في نفس الوقت. بطلها دري صغير في عمره 15 عام. هاد الدري ماشي بحال كاع الدراري، كنهضروا هنا على نابغة، إنسان خارق الذكاء، سابق عمره كما كنقول، ولكن للأسف ما استغلش الذكاء ديالو فشي حاجة اللي تفيدو، ولكن استعملو في تنفيذ عدة جرائم بطريقة ما تخطرش لكم على البال. بلا ما نطول عليكم، جلسوا في شي بلاصة هادئة وديروا السماعات باش تدخلوا في أجواء القصة، وكما تعودنا ذكروا الله وصلوا على النبي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشخص اللي كنهضروا عليه في قصتنا سميتو علي خالد، أو كما كان مسمي نفسه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي الدكتور علي الدين، وفي عمره 15 عام. وفاش كانت عنده 9 سنين، الأساتذة ديالو والأسرة ديالو لاحظوا أن الدري نابغة، عنده واحد الذكاء غير عادي. غتقولوا لي علاش؟ أنا غادي نقول لكم علاش. بحسب ما قالوا الأساتذة اللي قراوه، أنه كان كيصحح لهم بعض المعلومات سواء في إطار الدرس أو خارج إطار الدرس. هذا الولد هذا كان مهووس بالكتب بزاف، مستحيل تلقاه جالس بلا ما يقرا شي كتاب. والكتب اللي كان كيقرا خارج إطار المدرسة، لأن داكشي اللي كان كيقرا في المدرسة كان كيجيه ربما بسيط أو تافه. حتى من اللغات الأجنبية كان كيطير فيهم. لحد الآن الأمور مزيان، ولكن المصيبة هي أن الدري ولا عنده شغف بالكتب ديال الطب، ولا باغي يقرا على الطب ويتعمق فيه. بدا كيشري كتب ودروس مدفوعة من الانترنت، ولا كيقرا على علاج بعض الأمراض، ولا كيفهم حتى في الأدوية ومكوناتها والاستعمالات ديال كل دواء. وزيد على ذلك تعلم مصطلحات طبية. والطامة الكبرى أنهم اللي تعمق في هذا الشيء ولا كيعشق شي حاجة سميتها العمليات الجراحية والتشريح. كان ديما كيقول لباه وامو انا بغيت نولي طبيب جراح في المستقبل، وحتى هما كانوا كيعيطوا ليه في الدار الدكتور علي كنوع من التحفيز زعما. المهم باه فاش شافو هكا كان داعمو بزاف، اي حاجه طلبها كيوفرها ليه على امل يولي في المستقبل دكتور كبير. بقات الامور على هذا الحال، ايام تمشي وايام تجي، الدري غارق في الكتوبه والابحاث في الانترنت. ملي وصل ل 15 عام ما بقاش مقنعو هادشي. السيد ولا كيحلم انه يحضر لشي درس ديال تشريح الجثه مباشره، يعني ملي قرا الكتوبه وشاف كيفاش كيديروا الاستئصال الاعضاء البشريه تشريح الجثث، ولا باغي يطبق داكشي اللي قرا في الواقع. هنا الشيطان قال ليه انت هو صاحبي، عليك كنقلب. جاتو فكره اللي كانت هي الاعلان الرسمي ديال ولاده سفاح جديد. الفكره هي انه يدير عمليات استئصال اعضاء بشريه وتشريح الجثث بيديه، ولكن ما عندوش كيفاش يدير. كيفاش غيدير يجيب الجثث ومنين؟ مهم وحل. هنا بقى كيفكر في خطة بديلة. في آخر المطاف شدار؟ ناض السيد قرر أنه يستدرج أشخاص يقوموا بداكشي اللي بغى بالنيابة عليه، يعني هو فقط يعطي التعليمات من أجل إجراء العملية وفقط يشوف بعينيه. بدا كيقلب في منصات التواصل الاجتماعي، هو يلاحظ إعلانات ديال الناس محتاجين كلية لشي واحد من عائلتهم. دار راسو أنه وسيط بين الناس اللي محتاجين الكلية والمتبرعين اللي محتاجين الفلوس. وفعلا من بعد عدة محاولات، في يوم من الأيام نجح أنه يلقى واحد الدري سميتو طارق، تعرف عليه عن طريق إحدى منصات التواصل الاجتماعي. هاد الطارق هذا كان إنسان بسيط فقير ويتيم، خدام غير في واحد القهوة شعبية بسيطة بزاف. المهم بدا كيحكي لي على حالته ضعيفة، وأن المدخول اللي كيحقق من الخدمة بالسيف كيقدو باش ياكل ويشرب ويخلص الكرا، وأنه محتاج المساعدة. ولكن طارق ما كيعرفش الحقيقة ديال الدكتور علي الدين اللي هو بطل قصتنا. وهنا فين كاينه الخطورة ديال مواقع التواصل الاجتماعي أو العالم المزيف إن صح التعبير. يقدر الإنسان يهضر مع واحد الشخص اللي كيبان من خلال البروفايل ديالو أنه شخص عادي، ولكن ما خفي كان أعظم. بحال هاد الدرينيت اللي في عمره 15 عام وكيدعي أنه دكتور جراح. المهم خالد قال طارق حنا محتاجين شي متبرع يعطينا كلية، وطبيعة الحال كما قلنا خالد داير راسو طبيب جراحي، إذا السذج أكيد غادي يثيقوا فيه. طارق قال ليه شنو كتقصد؟ ياك ما باغي تقول أنك بغيتي نتبرع لكم بالكلية ديالي؟ قال لي خالد لا ماشي هكاك، انت المهمة ديالك هي تجيب لنا شي متبرع فقط. طارق قال ليه منين غادي نجيب لك انا متبرع؟ كيفاش غندير ليها؟ رد عليه خالد وقال ليه سهلة، شوف شي دري صغير واستدرجو وخذ ليه الكلية ديالو. طارق تصدم وقال ليه واش انت مريض؟
واش باغي نقتل الروح؟ لا 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 مستحيل، ما يمكنش هادشي. قال لي خالد ما تخافش، انا نوريك كل شيء، انت غير تبع داكشي اللي كنقول لك. شوف غادي تشري شي عصير وغادي دير فيه مخدر وتشوف شي دري صغير وتعطيه داك العصير باش تدرجو عندك البيت فين ساكن وخليه حتى ينعس باش نوريك كيفاش دير تحيد ليه الكليه ديالو خطوه بخطوه. طارق سكت وبقى كيفكر كيفاش غندير لهادشي، ما نقدرش. خالد قاطع التفكير ديالو قال ليه شوف دير هادشي اللي كنقول لك وغادي نعطيك 5 المليون جنيه مصري. قال ليه طارق شنو 5 المليون جنيه؟ صافي انا غادي نشوف. هاد طارق بما انه كان خدام في قهوه شعبيه وفي منطقه شعبيه وكل شيء كان عارفو يتيم، كل شيء كان كيتعاطف معاه وكان محبوب عند الصغير والكبير. وكان كيعرف واحد الدري سميتو احمد سعيد في عمره 14 عام وكيتيق فيه بحكم انه كان كيجلس عندهم في القهوه وكيضحك معاه ويجمع معاه. ولسوء الحظ هو اللي جا عليه الاختيار من طرف طارق. قال في نفسه احمد هو اللي نقدر نستدرجه بسهوله لانه كيتيق فيا. وخالد كان موصيه قبل ما يستدرج اي ضحيه يصوروا ليه هو الاول باش يعرف واش صالح ليه ولا لا. وفعلا داكشي اللي دار طارق. في واحد النهار جا عنده احمد سلم عليه كالعاده وبقاو مجمعين كيضحكوا شويه. هو يقول ليه طارق اجي ندير انا وياك شي سيلفي. فعلا تصوروا وطارق شد الصوره وصيفطها لخالد. شافها رد عليه خالد وقال ليه هاد خونا مناسب للعمليه ديال خدمتك. داكشي اللي كان طارق عطاه اتاي ودار له فيه مخدر وشربو وداه معاه المقر السكن ديالو وخلاه حتى نعس. هو يفتح الكاميرا مع خالد وقال ليه صافي راه نعس شنو ندير دابا. خالد هنا لاحظ ان طارق مرتبك وكيترعد وخايف. قال ليه شوف اول حاجه غدير سير جيب واحد الدواء سميتو كذا كذا كيهدأ الاعصاب باش تهدى. فعلا داكشي اللي دار مشى خدا المهدئ وتهدن. قال لي خالد اول حاجه قتلو عاد نبداو العمليه. فعلا طارق وجه للضحيه طعنه قاتله مات في البلاصه. قال لي خالد خذ المشرط ودير فتحه في البلاصه الفلانيه. من بعد قال ليه قرب لي الكاميرا باش نشوف. قرب ليه طارق الكاميرا وبقى خالد كينعت ليه قطع العرق الفلاني دير هادي عندك هادي. يعني السيد كيعطي تعليمات بواحد الدقه متناهيه كانه دكتور جراح محترف. مهم طارق حيد الكليه الاولى. قال ليه خالد حيد الاخرى حتى هي، ملي تسالي حيد حتى القلب ووراه كذلك كيفاش يدير يحيد القلب. مهم طارق تبع التعليمات ودار داكشي كله. وللاشاره النيابه المصريه فاش كانوا كيشوفوا الفيديو وكيسمعوا المحادثه اللي دارت بين خالد وطارق عقلهم بغى يطير لان داكشي صادم بمعنى الكلمه. كيفاش ولد عنده 15 عام قلبه قاصح لهاد الدرجه، ما ارتبك ما توتر ما والو. السيد تقول عليه طبيب جراح محترف وعارف شنو كيدير. المهم العمليه حسب قول النيابه المصريه استمرت لمده 3 سوايع. وفاش سال طارق من العمليه قال لخالد انا نفذ داكشي اللي طلبتي مني بغيت فلوسي دابا. خالد في هاد اللحظه بين الخبط ديالو وقال ليه شوف بغيت ضحيه اخرى عاد نخلصك. طارق انتفض وقال ليه شنو كتخربق عليا ماشي هادشي علاش تفاهمنا. قال لي خالد اسمعني انت دابا راك ارتكبتي جريمه قتل وتشويه جثه وكل شيء مصور وموثق. غدير داكشي اللي قلت ليك ونعطيك فلوسك ولا نفضحك. طارق في هاد اللحظه صافي دهشر ما عرف شنو يدير، هرب وسمح في كل شيء. من بعد بضعه ايام الجيران بداو كيتشكاو من رائحه كريهه جايه من المسكن ديال طارق. بلغوا السلطات المعنيه بالامر وجاو العين المكان ولقاو جثة الضحية والكلى بجوج والقلب في واحد الميكا. بداو التحريات وعملية البحث على المجرم ونجحوا انهم يوصلوا لطارق واعترف لهم بكل شيء وان واحد الدكتور من الكويت سميتو كذا كذا تعرفت عليه في موقع ديال التواصل الاجتماعي وهو اللي حرضني على هادشي. قامت السلطات المصرية بالتواصل مع السلطات الكويتية وقدروا انهم يعرفوا الهوية ديال صاحب الحساب وعرفوا حتى صاحب الاشتراك ديال الانترنت واللي كان باسم الاب ديال خالد وقدروا يحددوا حتى الموقع ديال الدار. هنا انطلقوا في اتجاه الموقع المحدد وتم القاء القبض على اب خالد. فاش بداو كيحققوا مع الاب لاحظوا ان السيد ثابت ما بين عليه حتى شي علامه ديال الارتباك. وحتى فاش قلبوا في السجل الجنائي ديالو لقاوه نقي. وفاش سولوه على شكون اللي كيستعمل الانترنت في الدار قال لهم ولدي الصغير خالد. لقاو القبض عليه وصادروا الكمبيوتر ديالو ومجموعه ديال اليو اس بي وشي سيديات. وفاش تحققوا من الاشياء المصادره هنا كانت الصدمه. لقاو توثيق وبالفيديو العمليات التشريح واستئصال الاعضاء من الجثث 50 ضحيه.
وكاع هاد الفيديوهات فيهم صوت السفاح الصغير وهو كيعطي تعليمات للاشخاص اللي ضحك عليهم وخلاهم انهم يديروا العمليات الجراحيه، لانه كان كيعرف يقنعهم ويسحرهم بكلامه وبالوعود الكاذبه بانه غيتهلا فيهم بالفلوس وكذا وكذا، حيت الدري كان مثقف بزاف، يعني اللي سمعوا يقول هذا فعلا دكتور جراح. الغريب في الامر هو ان هاد الفيديوهات اللي كان كيصور ماشي زعما باش يبيعهم في الدارك ويب ولا شي حاجه، لا لا لا، هادشي كان كيديرو غير باش يشبع الرغبه ديالو ويستمتع بداكشي اللي كيعشق ومهووس به. راه ما يمكنش السيد شحال ولا مهووس بالتشريح والعمليات. وغادي نزيدكم من الشعر بيت. النيابه المصريه ملي تم القاء القبض على خالد بغاو يعرفوا هاد 50 ضحيه شكون هما، واش كلهم من مصر، ومن بين هاد 50 قدروا يعرفوا واحد من الضحايا عن طريق فيديو شافوه ديال امرأة مصرية قال لها جيبي لي دري صغير وتحيدي ليه الكلية ديالو ونعطيك 5 مليون جنيه. قالت ليه اوكي، جابت ليه ولد في عمره 8 سنين، والصدمة انه كان ولدها. نفس الشيء قال ليه خد دريه ومن بعد حيدي ليه الكلية ديالو. ولكن هاد المرأة كانت دايرة في نيتها انها تخدع خالد ودير راسها انها حيدات ليه الكلى ديالو وتاخد الفلوس. المهم عطات لولدها مخدر، ولكن بواحد الجرعة اللي كبيرة بزاف لدرجة ان ولدها ماشي غير نعس وصافي بل دخل في غيبوبة. المهم بدات كتبع التعليمات وضعت راسها راه كدير عملية استئصال، ولكن عاق بها وشاف ان السيدة كدير عملية وما كاين لا دم لا والو، قطع عليها وخلاها واحلة. شافت ان ولدها غيضيع منها، ناضت بالزربة داتو للسبيطار ودخلوه المستعجلات وداروا ليه عملية غسيل الامعاء والمعدة باش يعتقوه. وبالرغم من هاد الشيء الدري بقى في غيبوبة لمدة أسبوعين ولا 3. الأم ما قالت لهم والو، دارت راسها ما عارفة حتى شي حاجة. ولكن المستشفى داروا واحد التقرير بأنهم استقبلوا حالة طفل كان واخد مخدر قوي اللي سبب ليه غيبوبة، والأم ديالو ما عارفاش السبب علاش وكذا وكذا إلى آخره. هنا البوليس ربطوا بين الأحداث وبالإضافة للاعتراف ديال خالد على أنه فعلا هاد المرأة فايت ليه استدرجها، وذكر لهم باقي التفاصيل اللي قلت لكم من قبل، وما بقى لهم الا انهم يعتقلوها. وفعلا داكشي اللي كان لقاو القبض عليها واعترفت بكل شيء، وبقات مصدومه ان اللي لعب بها فقط في عمره 15 عام. ولحد الان النيابه المصريه والكويتيه كيبحثوا باش يعرفوا جميع الضحايا اللي طاحوا في الفخ ديال السفاح الصغير. بصراحه ما عرفت شنو نقدر نقول. هاد القصه صادمه بزاف، يعني كيفاش واحد عنده 15 عام يدير هاد الشيء هذا كامل. ومن هنا غادي نكونوا خدينا بزاف ديال العبر من هاد القصه، اللي من بينهم ان الوالدين خصهم يردوا البال لولادهم، يعرفوا فاش كيفكروا وشنو نوعيه الكتب اللي كيقراو. قراءه الكتب شي حاجه اللي مزيانه بزاف للدراري الصغار، ولكن خصنا نعرفوا نوعيه الكتب اللي كيقراو. وكذلك الوالدين خصهم يردوا البال لولادهم شنو كيديروا في الانترنت ومع من كيهضروا، لانها نتوما شفتوا طيش المراهقه والحريه المطلقه زائد انترنت شنو سببوا في الاخير. وما بقى لي الا نقول لكم نتمنى تكونوا استفدتوا من القصه، والى عجبتكم خليو شي اعجاب وكومنتير، واللي عجبو محتوى القناه مرحبا به، تفضل مشكور واشترك في القناه. والى اللقاء في قصه جديده ان شاء الله.